بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. سوف نتعرف بإذن الله عن مميزات الطب النبوي، عن أنواع الطب النبوي، عن الحجامة وما هي الأمراض التي تعالجها الحجامة، عن عسل النحل، وهل عسل النحل يرفع نسبة السكر في الدم، وهل نأخذ عسل النحل نخلطه مع الماء أو نأخذه هكذا، ما هي الحبة السوداء، وهل الحبة السوداء هي حبة البركة أم الخردل، ما هو القسط الهندي، وهل القسط الهندي فيه 7 أشفية، وهل القسط الهندي يخفض نسبة السكر في الدم ويخفض الضغط ويخفض الكوليسترول، ما هو السنة، هل هو السنة المكي، وما هو السنود، هل هو الشمر، هل هو الكمون، هل هو العسل، هل بول الإبل يشرب، وهل هو علاج للسرطان، وهل بول الإبل يعالج الاستسقاء، وهل حليب الإبل يعالج التهاب الكبد الوبائي C والتهاب الكبد الوبائي B، ما هي التلبينة، وهل هي علاج للاكتئاب والقلق والتوتر، هل 7 تمرات عجوة ترفع نسبة السكر في الدم، هل تراب المدينة شفاء، وما هي الكمأة، وهل هي شفاء للعين، ما هو الإثمد، وهل هو أفضل الأكحال، هل السواك مطهرة للفم، وهل هو يعالج مشاكل اللثة، وهل يسوك اللسان، هل زيت الزيتون يقي من السرطان، وهل هو يخفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية، هل الحناء تفيد في الجروح، وهل خل التفاح هو أفضل أنواع الخل. كل هذا وغيره